السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما حبايب قلبي وعدكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك. يا رب يجعلوا اعياد الايام كلها اعياد عليكم باليمن والخير والبركات. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة جايلكم بوصفة سريعة جدا جدا تقدروا تعملوها على الغدا، على العشاء، على أي وقت محتاجين أكل سريع تقدروا تنفذوها في ثواني. معايا النهاردة يعني تعتبريها سندوتشات تقدري تعمليها لأولادك وهم رايحين المدرسة، تقدري تاخديها معاك المصرف، تقدري تاخديها معاك في أي خروجة انت حابة تخرجيها، وسريعة جدا ما بتاخدش معاكي وقت خالص، وهتجهزيها في البيت بأسهل مكونات تقدري تعمليها. النهاردة هنعمل مع بعض شوية سندوتشات كده. حتة لحمة مفرومة عندك كده بقى، الخير موجود، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب ينعاد عليكم الأيام باليمن والخير والبركات. حبايب قلبي شجعوني بقى حبايب قلبي عشان نرجع القناة زي الأول وأحسن إن شاء الله، بمجهودكم معايا إن شاء الله، متابعتكم ليا. نرجع القناة تاني مع بعض كده واحدة واحدة. اول حاجه حبايب قلبي هنعملها، هنبدا مع بعض بقى نسمي الله طبعا، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنجيب معانا دوت كوبايتين من الدقيق، عليهم حبه بقى الكميه بتاعتك زي ما انت عايزه تعمليها، تزودي تقللي براحتك. دول كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة ملح بسيطة ورشة سكر بسيطة خالص كده، وقلبتهم في بعض. وحطيت بقى ايه، كان عندي لبن رايب اللي هو الحليب بتاع الزبادي، اعتبريه زبادي حتى. حابة ان انت تضيفيه اساسا ضيفيه، مش حابة ان انت تضيفيه بلاش منه خالص. اعجني بمية معاكي وهتبقى زي العسل وملبن وطرية وزي العسل معاكي. حطيت حبايب قلبي شوية اللبن الرايب اللي عندي دوت، وليكن نص كوباية او بمعيار كوباية من الزبادي لو حابة ان انت تضيفيها. وكمان بدأت بقى ايه اضيف المية واعجن بمية. في الوقت ده حبايب قلبي بقى بتعجني بقى العجينة بتاعتك لحد ما تخليها خلاص كده اتعجنت معاك وبقت زي العسل. انا عايزه العجينه بتاعتي تكون مرقه معايا كده، يعني طريه جدا جدا زي عجينه الفطير المشلتت بالظبط. بتكون طريه كده، يعني ايه، ما تجمديش العجينه بتاعتك معاك. زي ما انتم شايفين كده العجينه اتعجنت بكل سهوله وجميله جدا، طريه جدا وحلوه. هسيبها بقى ان هي ترتفع بس كده معايا شويه، ونيجي مع بعض بقى نعمل الحشوه بتاعتنا للسندوتشات، وهي هتكون عباره عن لحمه مفرومه طبعا وهنعصجها مع بعض. تعالي بقى اقولك على احلى طريقة تعصجي بيها اللحمة وبتطلع معاكي كده ريحة اللحمة وطعمها جميل جدا جدا. معلقة من السمنة او الزبدة، وعليهم كمان معلقتين من الزيت. وهنزل بقى بالبصل بتاعي المتقطع قطع صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده. دي تقريبا كده بصلتين حلوين كده محترمين، تقطعيهم تقطيع صغير زي ما انت شايفة حبايب قلبي كده. وضفتهم على السمنة وعلى الزيت وبشوح فيهم كده على النار، بحيث ان هي تدبل بس كده، مش بحمرها ولا اي حاجة. انا بس بعمل لها يعني ايه، خليها تدبل كده معايا. وبعد كده بنزل بقى باللحمة بتاعتي المفرومة. على اساس عندك يا حبايب قلبي اقول لك على حاجة، لو عندك صدر فرخة تقدر ان انت تفرميه برضو في الخلاط وتعملي بالوصفة ديت. رشة بقى البهارات بتاعتنا الجميلة اللي بتخلي البصلة بتاعتنا كده ريحتها تطلع، وجمال بقى الريحة بتاعتك شميها كده. طبعا البهارات الموجودة عندك هتقدر تضيفيها، مش شرط بهارات معينة. ونزلت بقى باللحمة المفرومة، ده كان نص كيلو تقريبا من اللحمة المفرومة، فرمته في يعني مش لحمة مفرومة، انا كان قطع وفرمته في الكبة. عندك بقى حبايب قلبي اختياري مش اجباري الفلفل الاخضر بتاعنا الجميل دوت. دي شطة سبايسي ما شاء الله، كانت مخلية طعم السندوتشات جميل جدا. ومعلقتين من الصلصة. لو الصلصة اللي عندك مش موجود، يعني لو ما عندكش صلصة في البيت، تقدري ان انت تجيبي باكو من اللي هو بتاع السوبر ماركت دوت وتضيفيه. مش حابة ان انت تضيفي صلصة خالص ما تضيفيش، بس انا بحب اللحمة المتعصجة تكون لونها احمر كده وجميل كده.
تعالوا بقى حبايب قلبي كده بعد ما هدينا خلاص على اللحمة ان هي تتعصج بقى، وهد عليها كده تاخد السوا بتاعتها اكتر، اقل كمان من 10 دقايق اكون جاهزة معانا. تعالوا بقى نشوف العجينة بتاعتنا بعد ما ارتفعت خلاص زي ما انتوا شايفين كده، طرية خالص يا حبايب قلبي زي عجينة الفطير المشلتت زي ما اتفقنا بالظبط. كورتها كده بالطريقة ديت زي ما انتوا شايفين كده، يعني كوبايتين من الدقيق، يعني قول تقريبا نص كيلو من الدقيق اخد معانا، يعني عملولي 12 تقريصة من ديت. وكورتها وحطيتها كده وبرشة زيت بسيط على وشها كده. ودي اللحمة المتعصجة بقى زي ما قلت لك حبايب قلبي، لونها جميل جدا وطعمها أجمل، وكمان يعني طريقة العصاج بتاعنا جميل جدا جدا، تقدري تنفذيها بالطريقة ديت هتلاقي معاكي أحلى عصاج لحمة. تعالوا بقى نبدأ نشوف هنعمل ايه في السندوتشات بتاعتنا وهنعملها ازاي. على الرخامة كده ورشة من الزيت كده، يعني دهنة بسيطة من الزيت كده، وابدأ ان انا اجيب بقى ايه العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده الكور بتاعتي. وافرد فيها بقى، يعني افردها رقيقيها خالص كده وافرديها اكنك بتعملي فطير مشلتت زي ما انا عاملاه معاكم قبل كده بالظبط. بس ديت بقى ايه بتكون سندوتشات وطعمها جميل جدا. معايا بقى شوية جبنة موزاريلا، حابة ان انت تضيفي جبن تانية مفيش اي مشكلة. وحطيت بقى كده حشيت في قلب التقريصة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده اللحمة بتاعتها، وعليها رشة الجبنة الجميلة. وهات الصينية بقى اي مقاس عندك تقدري ان انت تحطيها. دهنتها رشة كده من الزيت، برضو دهنة من الزيت. وبدأت ان انا اضيف في قلبها السندوتشات اللي انا هعملها بقى بكل سهولة كده. بتقدري ان انت تلفي العيش بتاعك على الحشوة اللي في قلبها، وتقدري ان انت ترصيها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى حبايب قلبي اعمل معاكم كمان واحدة واتنين كمان اوريلكم قد ايه هي سهلة جدا وجميلة جدا، تقدري ان انت تنفسيها في اسرع وقت ممكن. لو عندك رحلة بقى تقدري ان انت تعمليها، لو عندك الاولاد رايحين حضانة رايحين مدرسة بتقدري ان انت برضو تجهزها لهم، وبتكون معاهم سندوتشات احلى سندوتشات في الدنيا. عملت كده اعمل معاكم كمان واحد بقى ونشوف كده. بصوا بقى حبايب قلبي دهنة بسيطة برضو على الرخامة، بين كل واحدة والتانية بدهن دهنة بسيطة علشان ما تلزقش مني على الرخامة، واقدر ان انا الفيها في الحشوة بتاعتي ما تتقطعش معايا، والحشوة تكون باينة من قلبها من جوه. بفرد كويس زي ما انت شايفة كده حبايب قلبي، حتى لو اتقطعت معاكي حاجة بسيطة كده مفيش اي مشكلة خالص، واحنا بنلفها بتتداوى وبتبقى زي العسل. ورشة من الجبنة على اللحمة بتاعتنا الجميلة، ونبدأ بقى ان احنا نلف زي ما احنا بالطريقة ديت زي ما انتوا شايفين كده. وفي قلب الصينية بقى وبجهزهم وعمل الكمية كلها وارجع معاكم حبايبي. ايه رأيكم بقى حبايب قلبي؟ الكمية بتاعتي كلها خلصت زي ما انتوا شايفين كده، وفاض معايا تلات كور عملتهم في صينية كده دايرة كده، يعني ايه عملتها زي فطيرة كده، وفي قلبها برضو الحشو بتاعها اللحمة، وعليها الجبنة الموزاريلا بتاعتنا الجميلة. تعالوا بقى نشوف الخطوة الجاية يكون معانا ايه. معايا معلقتين من الصلصة، دي صلصة برضو بيتي عاملاها في البيت. لو مش متوفرة عندك تقدري تجيبي باكو صلصة من المحل. ودهنتها كده بقى، حطيت على معلقتين الصلصة معلقتين من الزيت ورشة فلفل اسمر. وبدأت بقى ان انا امسك السندوتشات بتاعتنا بالطريقة ديت، ادهنها دهنة جميلة كده وممتازة كده من الصلصة بتاعتنا الجميلة كده، بتدي لون جميل جدا جدا وطعم جميل كمان للسندوتشات بتاعتنا. ايه رأيكم بقى حبايب قلبي؟ حطيت كده الصلصة بتاعتنا وغلفت السندوتشات كلها بيها. ببدأ بقى ان انا انزل كده برشة جبنة موزاريلا على الوش كده، بتخلي السندوتشات بتاعتك بصي بقى جميلة جدا، يعني من جوه جبنة ومن بره جبنة، يا نهار جبنة عسل عسل بسم الله ما شاء الله. احلى سندوتشات هتقدري تجهزيها في اسرع وقت، وكمان غذاء الاولاد وحاجة معمولة في قلب البيت ومضمونة وعارفة انت عاملاها ازاي بالظبط. تعالوا بقى نشوف السندوتشات اللي هي زي الفطيرة فطيرة بقى كده.
تعجب الاولاد ما شاء الله. اشكل لهم واعمل لهم كل حاجه كده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميهم. حطيتهم بقى كده، وحرشيت عليهم كمان رشه الجبنه العسل، وضفتهم في البوتاجاز بقى، في الفرن بتاعك يعني، على درجة حرارة متوسطة كده، علشان العجين بتاعنا ينشف كده ويستوي معانا ويكون جميل وطالع بقى باللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم حبايب قلبي في اللون؟ وفي كمان يا سلام يا سلام لو دقت الطعم، حاجة كده بصوا فاخر من الآخر ما شاء الله. تعالوا بقى حبايب قلبي كده نشوف السندوتشات بتاعتنا وجمالها وطعمتها، وطعمها هيكون عامل ازاي. الريحة بس كفاية حبايب قلبي كده. وكمان يعني الأولاد واقفين جنبي، واحدة يا ماما واحدة يا ماما، بسم الله ما شاء الله، ريحته بتجنن وشكله كمان يجنن وطعمه أجنن كمان. تعالوا بينا حبايب قلبي نقطع كده بقى ونشوف. بلاش نقطع كده علشان نعرف نأكل أولادنا ونعرف نديلهم ياكلوا ازاي. بلاش السندوتش بحاله كده تقطعيه كده تحسي ان انت بتاكلي جلاش باللحمه المفرومه، بتاكلي بيتزا، اي حاجه جميله من ديت بجد بجد يعني. وصفه ولا في الخيال ولا في الاحلام، جميله جدا جدا جدا. وطعم الجبنه في قلب السندوتشات خطير خطير خطير. ايه رايكم حبايب قلبي بقى؟ تعالوا كمان نشوف السندوتشات الفطيره بتاعتنا، طعم خرافه جدا جدا جدا. وبسم الله ما شاء الله جاهزين معاكي في اسرع وقت ممكن، مش هياخد منك اي وقت خالص. حطوا لايك للفيديو حبايب قلبي واشتراك للقناة، ويا رب يا رب تتفاعلوا معايا من جديد وترجعوا القناة معايا جديدة تاني. واشوفكم في رعاية الله وامنه وفي حفظ الرحمن يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.